ماتش ريال مدريد وليفانتي اليوم خلى بزاف ديال الاسئله، واكبرها هو تشاوميني. في الشوط الاول الفريق كامل كان ضعيف، وكان ليفانتي الاكثر خطوره، وفي الوقت اللي تشاوميني خدا فيه صفرة ليفانتي كانوا كيعتمدوا على المرتدات. وهنايا المنطق كيقول باللي خصك تبدل تشاوميني حيت عنده صفرة، ولكن لا، بقى في الماتش وخرج غارسيا وكامافينغا. والسؤال واضح، اشنو كيعطي تشاوميني للفريق باش يتشبتوا به المدربين تاع هاد الدرجه هادي؟ عموما اللعابه كاملهم كانوا تايهين اليوم، الريتم عندهم بطيء كما قال الشوالي، وما كايناش زياده عدديه. فينيسيوس وبيلينغهام وفالفيردي كانوا عليهم صافرات استهجان، وحاجه عاديه هادي حيت ما بقاوش عاطين الاضافه للفريق، ولا فيهم غير بقاو الشكا بحال الدراري الصغار. وفي الاخير 2-0، النتيجه كاينه ولكن الاداء صفر. وهاد الكلمه ديال الغالاكتيكوس اللي كانت في الرياض ما بقات واكله والو. كاع الفرق عندهم لعابه عندهم نجوم كبار، ولكن ما كنشوفوش النجوم ديالهم عندهم تصرفات صبيانيه. وفي الكره دابا ما كاين حتى شي لاعب كبر من الفريق.